بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وفيما يحب ويرضى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم من قناة سلام الإعلامية، متمنيا لكم الصحة والعافية والستر في الدارين إن شاء الله. وها نحن نكمل ما بدأناه من حديث حول أعلام خدموا اللغة العربية في إريتريا في الحلقة 22 في برنامج مع اللغة العربية. وتحدثنا في الحلقة الأولى من تحت هذا العنوان عن الشيخ مفتي إريتريا الأول سماحة الشيخ العلامة إبراهيم المختار أحمد عمر رحمة الله عليه. تحدثنا عن سيرته العاطرة أو جانبا منها، وتحدثنا عن مشايخه في الأزهر في مصر، وكذلك الأعمال التي مارسها في جمهورية مصر العربية والمناصب التي تولاها في إريتريا. وها نحن سيداتي سادتي نكمل ما بدأناه من حديث، ونلتفت إلى بعض إنجازاته وإصلاحاته، وذلك اعتمادا على ما ورد في موقع سماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمة الله عليه مفتي إريتريا الأول. وفيما يخص إنجازاته فقد ورد ذكرها في ثنايا السطور السابقة، وعلى الإجمال فإن حياته رحمه الله حفلت بمختلف النشاطات في الشؤون الدينية الإسلامية، تدريسا وتأليفا ونشرا وتأسيسا ومنافحة. وقد كان في طليعة رجال النهضة والإصلاح في إريتريا، حيث أيقظ الشعب المسلم من سباته العميق، فتأسست المعاهد والمدارس والمكتبات والمساجد والجمعيات بإرشاداته. وفي عهده فقط بني أكثر من 30 مسجداً في أنحاء القطر، وأنشئت العديد من المؤسسات. رحمة الله عليه كان أمة من الناس. عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة، أصلح المحاكم الشرعية ونظمها بوضع لوائح وقوانين تسير عليها، ودعا إلى مؤتمر للقضاة فانعقد مرتين وأصدر توصيات مهمة. وضع سماحته كذلك نظام الامتحان للمرشحين للقضاء لاختيار أهل الكفاءة، وأوجد المحاماة الشرعية، ودافع عن استقلالية القضاء، وحارب الرشوة، ورفض تعيين من أرادت الدولة إقحامهم في القضاء ممن لا يملكون المؤهلات الشرعية. سماحته إن لم يكن ذلك العالم الورع الزاهد التقي ما كان أقدم على كل هذه الأشياء النبيلة التي لا يقدم عليها إلا من به عزيمة وإيمان وعلم وتقى. كذلك المدونة تقول فقد نظم الأوقاف، ووضع لائحته، وجمع حججه، وأنشأ لجانه الفرعية في أنحاء القطر، ونشر الإحصائيات عن المساجد والمعاهد والكتاتيب. أسس جبهة العلماء لتقوم بمهمة الدعوة، وحارب العادات والتقاليد المخالفة لروح الشريعة وتعاليم الإسلام. كافح سماحة المفتي رحمة الله عليه خطط المستعمرين وأعداء الإسلام، وعرقل مساعيهم بشجاعة نادرة، وحارب بين المسلمين المذهبية والطائفية والقبلية، ووحد صفوفهم ونبههم على حقوقهم الشرعية والقومية. حارب الفتنة الطائفية التي كان يزرعها أعداء الوطن بين الحين والآخر، وقد خدم اللغة العربية في غمرة الأحداث السياسية التي حاقت بالبلاد. دافع عنها دفاعاً مجيداً يسجله له التاريخ بأحرف من نور، وكان بالجملة نجماً ساطعاً وعلماً بارزاً
ومصلحا متميزا في الديار الإريترية، خلف تراثا عظيما من مؤلفات قيمة، وترك أثرا محمودا وذكرا حسنا يكون نبراسا وأسوة لمن بعده على مدى التاريخ وامتداد الزمن. لكن ذلك لمن أراد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، فقد خلف بعده سماحة المفتي شيخ الأمين عثمان الأمين رحمة الله عليه، والآن يتولى ابن الشيخ إبراهيم المختار الشيخ سالم إبراهيم المختار. ونحن الذي رحل سماحة المفتي نسأل الله له الرحمة والمغفرة ويجزيه خير الجزاء، وإن كان قصر في أمر من أمور المسلمين نسأل الله أن يسامحه، لكن نهمس في أذن وسمع نجله الشيخ سالم أن يقرأ سيرة والد العطرة ومجاهداته وصبره ومنافحته لحقوق المسلمين. هذا تأكيدا لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العهود التي عاصرها سماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمة الله عليه بعد عودته طبعا إلى وطنه من مصر، عاصر سماحة المفتي تقلبات سياسية كبيرة، وتعامل مع حكومات مختلفة ودوائر ذات أطماع وتوجهات متضاربة ما أشبه الليل بالبارحة. وقد زامن سماحته 4 عهود سياسية، هي العهد الإيطالي في نهاية عهده، وفترة الحكم الإدارة البريطانية، والعهد الفيدرالي، وعهد الإمبراطور هيل السلاسي، حيث توفي عام 1969 رحمة الله عليه. وتقول المدونة: كانت العهود التي عاصرها سماحته حافلة بالأحداث والفتن التي عصفت بالبلاد وجعلته في مهب الريح، وكان رحمه الله يتابع عن كثب التطورات السياسية والدستورية، وكان على دراية تامة بها، وقد دون بتفصيل أحداث تلك العهود وملاحظاته عليها في عدد من كتاباته. وقد وصف في مؤلفه فترة ولايته قائلا: ولقد شاءت إرادة الله أن تكون أيام ولايتي أيام نزاع وعراك ودسائس، قدمت مع طلائع الحرب العالمية الثانية، وتبعتها معارك الدول في مصير مستعمرات إيطاليا التي منها إريتريا، وولدت الأحزاب السياسية التي تقمص الاستعمار تحت ثوب بعضها، وحارب من وراء ستارها الشعب الإسلامي ودينه ولغته العربية وكيانه العمومي وشعاعه، حتى أصابني كثيرا وتحملت منه ما أثقل كاهلي في سبيل الدفاع عن الحق بمختلف الطرق المباشرة وغيرها. هذا مقتبس من حديث سماحة المفتي إبراهيم المختار عليه الرحمة. وفي فترة تقرير مصير إريتريا في العهد البريطاني لم ينضوي سماحته في أي حزب سياسي، وإن كان له ميل واضح لحزب الرابطة الإسلامية الذي كان شقيقه الأكبر الحاج سليمان أحمد عمر من أبرز مؤسسيه، وكان لسماحته دور مباشر وغير مباشر في مساندة الرابطة وتوجيهها ودعمها بالمقالات والبحوث التاريخية والقانونية والشرعية، وفي محاوراته ولقاءاته مع رجال السياسة والإدارة الحكومية ومندوبي الأمم المتحدة كان يطالب بإلحاح أن تحترم إرادة وحقوق الشعب الإريتري، وأن تقدم على أي اعتبار آخر. وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بإقالة الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، ظل سماحته مطالبا المسؤولين على كافة المستويات باحترام القرار الفيدرالي والدستور الإريتري وتطبيق نصوصهما كاملة، وحذر مرارا من مغبة التلاعب بهما.
وبعد الإلغاء التعسفي للقرار الفيدرالي من طرف واحد وفي عهد الإمبراطور هيلي سلاسي المعروف بتوجهه الطائفي، تعرض سماحته لضغوط ومضايقات كثيرة، لكنه ظل مصرا ومثابرا على المطالبة باحترام حقوق المسلمين ومعاملتهم بالمساواة والعدل كأتباع سائر الملل الأخرى في إريتريا. واحتج بشدة على تدخلات الحكومة في شؤون الإدارة الدينية واعتقالها للعلماء والمشايخ بدون مبرر، واعترض كذلك بقوة على قتل الأبرياء وتدمير القرى الإسلامية، وطالب بإيقافهما فورا. ورغم الترغيب والترهيب فإنه رفض بإلحاح مطالب الدولة بإصدار فتاوى تجرم الثورة الإريترية وتعتبر الفدائيين أي الثوار خارجون على القانون وملحدون للأديان، وتحرم الصلاة عليهم ودفنهم، وتجب محاربتهم ومحاربة من يعاونهم. بدلا عن كل ذلك طالب سماحته محاورة الثوار والنظر في مطالبهم وحلها على أساس من العدل والإنصاف. طبعا يعني واحد من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ويقول الحق أمام حاكم الظالم. سماحته كان مثالا لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظله الله في ظله مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أما وفاته فقد دخل المستشفى بعد مرض ظل يعاوده وظل يعالج منه حتى نفذ قضاء الله بقبض روحه الطاهرة في مساء يوم الأربعاء 25 من يونيو 1969، وقد ثارت شبهات في سبب وفاته في المستشفى. نعم، من حق أولئك الذين يظنون ونظن نحن كذلك أن ترفع الشبهات أنه كان يجاهد ويجاهر برأيه، ويعلم الله حقيقة الأمر. وحيث تم دفنه في ظهيرة يوم الخميس 26 من يونيو 69، يعني اليوم التالي مباشرة، في مقبرة حزحز بأسمرة المعروفة اليوم بمقابر الشيخ الأمين، وهو المدفن الواحد للمسلمين في العاصمة أسمرة، بحضور جمع غفير توافد من كل أنحاء إريتريا يعمه الحزن الشديد والأسى العميق على فقد أعظم شخصية عرفها التاريخ الإريتري. وقد ألقى عدد من الحضور كلمات أبرزوا فيها تاريخه ودوره وعبروا عن ألمهم على فراقه. وقد خلف سماحته من الذرية 3 بنات، فاطمة وسعاد وزهرة، وولدان إسماعيل وسالم. حياته الشخصية، تقول المسودة عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة، تميزت حياته الشخصية بالحركة والنشاط والعمل دون كلل، وكان حليفا للبحث والمطالعة والكتابة والتأليف، وقد أثرت كثرة الكتابة على يده اليمنى فتعود الكتابة باليسرى. صدق من قال على قدرها للعزم تأتي العزائم. وكان زاهدا ورعا حكيما حليما متسامحا إلى أبعد الحدود في كل ما يتعلق بشخصه، وأسدا هصورا في الدفاع عن الحق، وكان خطيبا مفوها يلهب مشاعر السامعين ويهز قلوبهم بما حباه الله من فصاحة اللسان وقوة في البيان وقدرة على الأداء. وكانت له شخصية قوية وطلعة بهية تملأ العيون مهابة وتقديرا، وقد جعل الله له القبول في الأرض فأحبه القريب والبعيد. حظي باحترام وتقدير عقلاء مسيحيي إريتريا لمواقفه الوطنية ولدعوته للتسامح والتعايش السلمي على أساس من العدل والإنصاف. كان يقول الشعر وإن لم يكن مبرزا فيه، غلب على شعره الجانب الوطني والوجداني. وكان بالإضافة إلى طول باعه في العلوم الشرعية
مبرزا في علم التاريخ والأنساب، وله كتابات وتحقيقات عدة في هذا المجال، وكان على اطلاع واسع ودراية تامة بالدساتير والنظم والقوانين المدنية، ويتابع عن كثب الصحف المحلية والأخبار العالمية. كان شغوفا بالخروج إلى الأماكن الخلوية المفتوحة والتجول حول الجبال والمشي في وسط الغابات، ورغم تحذيره من خطر الاعتداء عليه أثناء تجوله خارج المدينة، إلا أنه لازم هذه العادة حتى توفاه الله، وكلما سنحت له الفرصة كان يسافر إلى ميناء مصوع للسباحة في شواطئها، وكان مجيدا لإطلاق الرصاص، حيث كان في حوزته سلاح مرخص يحمي به نفسه من أي اعتداء. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما فيما يتعلق بدار الإفتاء بعد وفاة سماحة الشيخ إبراهيم المختار وحتى تاريخه اليوم، عزيز المشاهد، إن وجود مفتي لإريتريا وحدها دون غيرها، والتي كانت تعتبر تحت حكم الإمبراطور هيلي سلاسي إحدى محافظات إثيوبيا آنذاك، كان يرمز لاستقلال إريتريا وتميز إريتريا بوجود مفتي لإريتريا، يعني مفتي إريتريا أو الديار الإريترية. ولم تجري العادة عند مسلمي إثيوبيا، أو لم يسمح لهم بتعيين مفتي للبلاد، فسعى زبانية الإمبراطور كما لكل حاكم زبانيته، سعوا لطمس هذا الرمز أي مفتي إريتريا بالحد من اختصاصاته ومطارحته أي مطاردته، أو بالتحايل كتعيينه مستشارا للمحاكم العامة للشؤون الدينية. لكن قوة شخصية سماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر وشعبيته الجارفة منعتهم من ذلك، فلما رحل عن الدنيا تنفس السعداء وحققوا ما كانوا يسعون إليه. ولذلك لما سعى المسلمون إلى اختيار خلف له ورشحوا من أجل ذلك عدة شخصيات إسلامية، هددهم الحاكم العام الإثيوبي بالحبس وطردهم، أي طردهم بكل إهانة، فظل المنصب شاغرا لأكثر من 24 عاما حتى أذن الله باستقلال إريتريا. وفي عام 92 طالب المسلمون بتعيين مفتي لهم، فوعدت الحكومة الإريترية المؤقتة آنذاك بتحقيق ذلك المطلب، ثم وافقت على تعيين مرشحهم العلامة الشيخ الأمين عثمان الأمين مفتيا للديار الإريترية عام 1992 في شهر أغسطس في اليوم 21. عندما نأتي إلى مؤلفات سماحة المفتي المرحوم الشيخ إبراهيم المختار، كان سماحة المفتي كثير الكتابة والتأليف رغم كثرة مهامه ومشاغله ورغم اعتلال صحته، وقد تنوعت كتاباته وتعددت في مجالات شتى ومناح مختلفة، ومقالاته في الصحف تعد بالمئات، وقد كتب بعضها ونشرها بأسماء مستعارة، بالأخص المقالات السياسية. وقد طبع سماحته بعض رسائله ونشر بعض فصول من كتبه في الصحف المحلية، ولكن الظروف المحلية لم تتح له طبع معظم كتبه، ولا زالت معظمها غير مطبوعة. تجاوزت كتب المفتي المرحوم المختار ورسائله على 80، وفيما يلي بعض من تلك المخطوطات: الكتب الشرعية والفقهية، نذكر منها إرشاد المبتدئ على مقدمة أبي الليث السمرقندي، ويليه إعانة المهتدي في تخريج أحاديث ابن الليث السمرقندي. أسنى الغايات شرح تحفة الثقاء في محاسن التوقفات، هي كانت منظومة. بغية الرائد فيما لذ وطاب
من الفوائد، 3 مجلدات، مفيد المفتي والسائل إلى مختلف المسائل، 3 مجلدات. الدرة البهية في حل الرموز الفقهية، الحديقة الندية في اصطلاحات العلوم الشرعية، المطالب العالية في أحكام الفطر والأضحية والزكاة المالية. أما فيما يتعلق بالكتب التاريخية والقومية نذكر منها دحض الوشاة عن اللغة العربية في إريتريا والحبشة، لفت النظر إلى علماء الإسلام في إريتريا في القرن الرابع عشر، الحاوي لأخبار الشعب السيهاوي مجلدين، الجامع لأخبار جزيرة باضع، إزالة الغواشي عن أخبار النجاشي، جلاء النظر بأخبار رواق الزيالعة ثم الجبرتة بالأزهر، محو الغشا عن ملوك الإسلام في الحبشة، الثريا بأخبار أوقاف إريتريا الإسلامية، القنبرة في تاريخ المركز الإسلامي بأسمرة. هذه نماذج من مؤلفاته، وقد رثاه عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة الكثير يوم وفاته. كان لرحيل سماحة المفتي المفاجئ وقع شديد على الجماهير التي أحبته ووثقت به وتلقت العلم منه على مدار 3 عقود، وقد انبرت الأقلام شعرا ونثرا لتعبر عن ألم فراق سماحته. وفيما يلي مشاهدي الكرام نقدم لكم جانبا من الأشعار تحت عنوان وداع وأسى لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر إبراهيم. كتب يقول: من للديار لها يا مفتي الدار، من للديار لها يا مفتي الدار، ودعتنا فجأة من غير إنذار، فأنت كنت لها ثوبا يزيننا، ومن ترى اليوم يكسي جسمنا العاري، فأنت كنت لنا حصنا نلوذ به في كل ضائقة تأتي بأخطار، قد كنت دوما لنا نورا يضيء لنا في ظلمة الليل أو في زحمة الساري. تركت فينا فراغا ليس يملأه، تركت فينا فراغا ليس يملأه فرد من الناس، يا لهفي لمختاري، كم من نفوس بكت في يوم رحلتكم، وكم ضلوع كوتها حرقة النار، وكم دموع ترى في العين قد جمدت، وليتها ذرفت دمعا بمدرار. كم من نفوس بكت في يوم رحلتكم، وكم ضلوع كوتها حرقة النار، وكم دموع ترى في العين قد جمدت، وليتها ذرفت دمعا بمدرار. يبكون فيك معاني كنت تحملها، وعزة النفس والإخلاص للباري، يبكون فيك معان كنت تحملها، وعزة النفس والإخلاص للباري، يبكون فيك شجاعا غير مكترث في الحق لا يرتضي إلا بإظهار. أين الكنوز التي كنت ترسلها إلى الجرائد حتى يهتدي القاري؟ أين المقالات في الأحكام ترشدنا؟ بل أين صوتك يشدينا
بإبهار. من للمنابر يشدو فوق منبرها، من للمنابر يشدو فوق منبرها، من للمساجد يرعاها بإكبار، ومن يصون كتاب الله من عبث، ومن يدافع عنه غير خوار، ومن يغار على دين الحنيفة، من يذود عن حوضها شهما بإصرار. مضى الفقيد يحامي عن عقيدته، مضى الفقيد يحامي عن عقيدته. كونوا حملة الهدى من بعد مختاري، ولا تكونوا ضعافا في إرادتكم، والله ينصركم في كل أطوار. الله نسأل أن يكرم وفادته، الله نسأل أن يكرم وفادته ويدخله من فضله جنات أبرار. كانت تلكم كلمات الشاعر الأستاذ الشيخ عبد القادر إبراهيم، كما نعاه الأستاذ محمد عمر بارحيم تحت عنوان دمعة الإسلام على فقيد الإسلام. يقول في قصيدته: مفتي الديار فمن للدار يعليها، مفتي الديار فمن للدار يعليها، بعد الرحيل إذ قد مات بانيها. يا لهف نفسي على قوم تركتهم، يا لهف نفسي على قوم تركتهم، حير القلوب وهول الخطب يشجيها. من للفتاوى إذا نادى الحيار لها، من للعلوم إذا نادى مناديها. من للتواريخ بعدك يا أخا همم، خلفت مأثرة الله يبقيها. نحن المصابون في عز ومكرمة، نحن المصابون في مصباح ناديها. نحن النعي بموتك، يا له نبأ أبكى القلوب على المختار مفتيها. قد كنت حصنا لدين الله في زمن عز على أمة إحياء ماضيها. قد كنت حصنا لدين الله في زمن عز على أمة إحياء ماضيها. وفقت بين قلوب كان يفرقها جهل أضل وعلم لا يرقيها. فاهنأ فأنت على التاريخ مفخرة، مذكورة في سجل العز بانيها. ولترحل الروح بالإجلال ذاهبة في جنة الخلد عند الله باريها. وقد ألقى كذلك مشاهدينا الكرام، ألقى عقب صلاة الجنازة جمع من العلماء والوجهاء كلمات ذكروا فيها سيرة سماحة المفتي وجهوده الإصلاحية، ومنهم فضيلة الشيخ، فضيلة المشايخ والأساتذة محمد صالح حامد وعبد القادر إبراهيم وأحمد إبراهيم وسليمان الدين أحمد وأحمد سرور. وفيما يلي بعض المقتطفات من تلك الكلمات. قال الأستاذ أحمد سرور: لقد كان رحمه الله علما في شخصيته، شهما في إنسانيته، شجاعا في إقدامه، متفانيا في إخلاصه لدينه، فاعلا للخيرات. فمن للمساجد والمعاهد والعلوم بعدك يا رائد العلماء؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الراحل الكريم، إن الأمة إذ تودعك باكية
إنما تبكي فيك العلم الذي كنت حاملا مشعله، وتبكي فيك الشجاعة التي كنت عمادها، وتبكي شخصيتك الفذة التي كانت عنوان العلم ومهبط الآمال. فمن في الأمة لا يذكر غيرتك الدينية ومواقفك المشرفة في الذود عن حمى الدين؟ إن أعمار الرجال لا تقاس بالأيام والسنون، بل بما قدمت من أعمال جليلة. فليبكك العلم الذي جس أواره، ولتبكك الشهامة التي انصدع ركنها، وليبكك الإحسان الذي تقلص ظله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر وهو الشيخ محمد صالح حامد، قال: لست في مقام أعظكم فيه، وإنما الموقف نفسه هو الذي يعظنا اليوم. فنحن نودع رجلا من أبر رجال الإسلام في ديارنا، خدم الرسالة الإسلامية والملة المحمدية قرابة 40 عاما، حيث ظل يفتي المسلمين ويوجههم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. وقد كان رحمه الله رمزاً للخلق الطيب والعلم والإخلاص والحياء والاحترام، وبوجوده حياً كان يملأ فراغاً كبيراً يعتز به المسلمون. وقد كان ملتقى ومعقد آمالهم ما أعظم مصيبتنا فيه، اختاره الله لجواره في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت كمية من المقتطفات التي ألقيت والكلمات في موكب مهيب لجنازة سماحة المفتي، وقد نقلته جريدة الوحدة اليومية آنذاك. مشاهدينا الكرام، هكذا خدم سماحة المفتي الإريترية الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمه الله، مفتي إريتريا الأول، وكان بحق علما من أعلام خدموا اللغة العربية في إريتريا، حيث كانت كل مؤلفاته باللغة العربية، ترجم منها للكثير من اللغات. ولذلك نحن شرفنا بأن نتحدث عن سيرته العطرة، سيرة سماحة المفتي المختار. ونسأل الله في هذه اللحظات الطيبات عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة أن يخلف الله لأمة المختار مختارا آخر يأخذ بأيديها ويرد إليها الحقوق، ويرد إليها الكرامة والعزة والفخار والاعتزاز بالإسلام. اللهم إنا لا نزكيه عليك، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأجمعنا به في مستقر رحمتك. شكرا لإصغائكم أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون الأعزاء في قناة سلام الإعلامية. كانت هذه حلقة في جزئها الثاني عن سماحة المفتي المختار رحمة الله عليه. ألتقيكم بحوله تعالى إن شاء الله في الحلقة 23 من هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعياً. وحتى ذلكم الحين أسأل الله لنا ولكم الصلاح والعفو والعافية. تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين في المونتاج والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.